السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، وحشتني تعليقاتكم، وحشني ان انا اعمل معاكم روتينات وانزل فيديوهات. بس طبعا للاسف احنا كلنا بنمر كده بفتره صعبه، وربنا يا رب يخلصنا من الايام دي على خير، وينصر اهلنا في فلسطين يا رب. الوضع فعلا بقى صعب جدا. احنا بس قاعدين كده بنشوف، فما بالكم بقى الناس اللي عايشة في الوضع ده نفسه. يعني احنا اليومين دول النور بيقطع علينا ساعتين، بنبقى قاعدين في عذاب وفي دمار. يعني فما بالكم الناس اللي قاعدة من غير نور ومية، ومن غير أكل ومن غير أمان، وزائد كل ده في موت وفي يعني حياة صعبة، وكل ده احنا بنشوفه ومش قادرين نساعدهم ولا قادرين نعمل لهم أي حاجة. فدخلت كده في مرحلة اكتئاب غريبة، وبحاول كده ان انا اخرج منها، وبإذن الله يعني اهو الله المستعان. عايزه اقول لكم ان انا اكتر حاجه يعني ساعدتني ان انا اخرج من الحاله اللي انا فيها دي، وبقول لكم انتوا كمان لو في اي حد في نفس الحاله دي. اول حاجه طبعا الصلاه، مسيبش الصلاه ابدا ابدا، مهما يحصل مهما يكون ما نبعدش عن الصلاه، لان الصلاه فيها كميه راحه نفسيه يعني رهيبه. كمان بتحسي دايما بالامان وانتي ملتزمه في صلاتك. كمان عايزه اقول لكم اللي ساعدني كمان ان انا اخرج من الحاله دي قراءتي في القران. يعني اي حاجه انا كنت بتدور في دماغي او مش لاقيه لها اجوبه، لقيت أجوبتها في القرآن، وقد إيه ربنا ليه حكمة في اللي بيحصل ده. وسبحان الله، يعني فعلا الناس عندها ثبات وعندها صبر وعندها صمود غير طبيعي، يعني بجد ما شاء الله عليهم. ربنا يا رب يثبتهم ويصبرهم وينصرهم يا رب. ونشوف كده يعني فرحة كده في الأيام اللي جاية دي، بأن الضرب ده يقف، وربنا يا رب ينصرهم يا رب، ويفك كربهم ويفرج همهم. وزي ما انتم شايفين كده بدأت يوم معاكم كده بالصلاة، وكمان قلت أذكار الصباح، وفي دعاء جميل جدا في أذكار الصباح يعني التزموا به، اللي هو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني فعلا فعلا الهم بيسبب للواحد ان هو بيبقى قاعد حاسس ان هو في كمية كسل رهيبة، او يعني من كتر الحزن والهم الواحد بيكون فيه بيبقى حاسس كده ان هو خلاص مش قادر يتحرك ولا قادر يعمل اي حاجة. فانا بصراحة بدأت ان انا اتأثر بطريقة سلبية جدا، وبدأت كمان اثر على ولادي وعلى جوزي على بيتي عموما. وطبعا العيال ملهمش ذنب، يعني العيال ملهمش ذنب في الاحداث اللي بتحصل دي، ولا في المناظر اللي احنا بنشوفها. الله يعين يا رب اهل فلسطين على اللي هم فيه. فقررت كده ان انا اقوم اصور معاكم، واجهز كده الفطار معاكم، واحاول كده بقدر الامكان ان انا اخرج نفسي من حالة الاكتئاب اللي انا فيها دي، وما استسلمش ليها. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني كنت وصلت لمرحله ان انا ما بعملش اي حاجه في البيت. بقوم على الاخبار وبنام على الاخبار. يعني الواحد بجد قلبه بيتقطع من مناظر الاطفال اللي بيشوفها، ومن كميه الموت اللي عماله تحصل، ومفيش اي حد عارف يعمل اي حاجه. يعني بجد حاجه يعني احنا بنموت من اللي احنا بنشوفه. فالله يكون في عون الناس اللي عايشة في الحاجة دي نفسها، بجد ربنا يعينهم يا رب وينصرهم يا رب، يا رب ينصرهم يا رب. يعني النصر ده مش هيبقى لفلسطين بس، ده هيبقى لينا كلنا. فاحنا يعني منتظرين اللحظة دي بفارغ الصبر. انا حتى يعني نفسي ان الضرب يقف شوية، يعني هدنة فعلا، يعني ان هم يرتاحوا شوية من كمية الدمار وكمية الموت اللي هم فيها ووجع القلب اللي هم فيه. فربنا يا رب يرزقهم النصر، ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا. طبعا الشهداء دول في مكانة تانية خالص عند ربنا، ويمكن دي الحاجة اللي بتخلي يعني في كده راحة نفسية وسط كل الحاجات اللي بتحصل دي، او مش راحة نفسية، في حاجة كده يعني من الطمأنينة، ان احنا طبعا عارفين فضل الشهيد عند ربنا ايه، وان الشهادة دي حاجة كبيرة جدا عند ربنا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني انا شفت امهات من كتر ما هم فرحوا ان ولادهم استشهدوا كانوا يعني بيزغرطوا. فاللي مش عارف فضل الشهادة يدخل ويبحث ويقرأ كده ويشوف فضل الشهادة، حاجة بجد عظيمة. علشان كده في ناس كتير قوي بتتمنى الشهادة، وانا طبعا من الناس دي. طبعا ربنا يا رب يجعلنا من الشهداء يا رب. يعني كفاية ان هم بيدخلوا الجنة كده على طول من غير حساب ولا سابقة عذاب، دي لوحدها يعني كفاية يعني. طبعا زي ما انتم شايفين جهزت كده فطار خفيف لنفسي، وكمان الفيتامين بتاعي ده خلاص ما بقتش استغنى عنه. طبعا الفيتامين ده باذن الله هعمل لكم عنه ريفيو كامل، علشان الفيتامين ده يعني قصة خرافة
خرافة بجد، ده كده زي ما يكون كنت عامية وفتحت. فان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو كامل في الفيديوهات اللي جايه باذن الله يا رب. بس ما ارجعش كده اقطع تاني، لان الواحد كل ما بيكون مستني يعني يحصل حاجه كويسه او الدنيا تهدى شويه، بيكتشف ان الدنيا بتسوء اكتر والموضوع بيتطور اكتر للأسوأ. فربنا يا رب يا رب ينصرهم يا رب، ودعواتكم. وعايزين دايما ندعي لفلسطين، عايزين نمشي برضو في المقاطعة، لان دي برضو حاجة كويسة جدا وبتسبب انهيار اقتصاد للي ما يتسموش. فبإذن الله احنا مكملين في المقاطعة، وانا من ضمن الناس اللي بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اي حاجة في المقاطعة ما اجيبهاش ابدا في البيت. لكن كان في عندي حاجات للأسف موجودة اصلا، فاللي موجود خلاص انا هسيبه موجود وهخلصه. لكن بعد كده مش هشتري ابدا من حاجة في المقاطعة. في حاجات كتير جدا للأسف انا لسه ما اعرفش هي في المقاطعة ولا لا، فهبتدي كده ان انا يعني ابحث كده واشوف ايه الحاجات بالظبط اللي في المقاطعة علشان ما نشتريهاش وما نجيبش منها. خدت بقى كده الفطار بتاعي ورحت قعدت كده على فتحت كده اللابتوب وفتحت القناة بتاعتي. يمكن انا يعني لما بكون في الحالة دي وما بعملش فيديوهات ولا بنزل فيديوهات، بحب افتح القناة كده واتفرج على الحاجات القديمة اللي انا كنت منزلاها، وبحاول كده ارجع الشغف اللي انا فقدته. بستعيد كده ذكريات، واتفرج كده على التصوير اللي انا كنت عاملاه وبقرا الكومنتس بتاعتكم. يعني كده بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اشجع نفسي وارجع تاني للحاجه اللي انا بحبها. لان انا يعني القناه دي انا مش فاتحاها كده من فراغ، او يعني مش فاتحاها علشان خاطر انا هبت في دماغي فكره فعايزه افتح قناه. لا، انا حابه المجال، حابه ان انا افتح قناه، حابه ان انا اصور فيديوهات، حابه ان انا يبقى ليا كده كارير على اليوتيوب. مع اني لسه في البدايه ولسه ما عنديش يعني ناس كتير، بس انا بالنسبه لي 2700 الموجودين عندي يعني بالدنيا وباللي فيها، وفرحانه جدا بيهم وبفرح جدا بالتعليقات اللي بتجيلي. حتى لو حد بس هيستفاد من فيديو انا بنزله، ده بالنسبه لي حاجه بتسبب لي السعاده. فزي ما انتم شايفين فتحت فيديو كده وقعدت اتفرج على الحاجات اللي انا كنت بعملها كده وانا بفطر. يعني حاولت كده ان انا اخرج من المود شويه بتاع الاخبار، لان زي ما بقول لكم انا ال 24 ساعه قاعده بتفرج على اخبار، ماسكه التليفون بشوف اخبار اخبار اخبار. وطبعا خلاص يعني النفسيه خلاص بتقول لي ارحميني. ولادي فعلا بيقولوا لي يا ماما كفايه انتي على طول قاعده بتتفرجي على الاخبار ونفسيتك فعلا اتدمرت. اختي كانت بتكلمني في التليفون، يمكن هي لو سمعت الفيديو دلوقتي يعني كان بتقعد تتصل بيا كل شويه تقول لي كلمي معايا في اي حاجه، انا بكلمك علشان نتكلم في اي حاجه، كفايه ما تتفرجيش على اخبار تاني، كفايه كفايه يعني المناظر اللي انتي بتشوفيها ما تتفرجيش. لاني فعلا يعني اكيد انتوا عارفين، يعني انا مش هقول لكم كميه الدمار عامله ايه، اكيد طبعا انتوا متابعين وشايفين، بس الواحد مش قادر ما يتابعش. احنا بنتابع علشان انا نفسي اشوف حاجه يعني تريح، يعني نفسي اشوف فعلا ان الضرب وقف، نفسي فعلا الضرب يقف. فدي هتيجي من عند ربنا، والنصر باذن الله هيجي من عند ربنا، وانا على يقين في الله ان ربنا هينصرنا باذن الله، ربنا هينصرنا. طبعا عايزه اقول لكم بس بعتذر على الاصوات اللي انتوا سامعينها في الخلفيه، مع اني والله العظيم ساكنه في الدور الخامس، بس دايما لما باجي اسجل كده الصوت على الفيديو دايما بلاقي فيه قلق حصل في الشارع، فيعني استحملوني بقى. عايزه كمان اقول لكم ان انا كنت وصلت لمرحله ان البيت كان فاضي فاضي بمعنى الكلمه، يعني ما جبتش خزين، ما عنديش اي حاجه في البيت. فكان ابني غايب في اليوم ده من المدرسه، ابني الكبير، فكتبت له الطلبات اللي انا محتاجاها اللي هي الطلبات الاساسيه للبيت وبعته يجيبها. وبما اني طبعا باذن الله باذن الله همشي في المقاطعه، وزي ما قلت لكم انا لسه يعني في حاجات عندي في البيت من المقاطعة، وفي حاجات انا لسه مش عارفة هي في المقاطعة ولا لأ. فقلت له هاتلي كل حاجة سايبة، لان هو نفسه مش هيبقى عارف. طيب انا كنت وقفت الفيديو شوية كتير يعني لحد ما الكلب الغيتت ده يمشي من هنا، لان مش مبطل هو خالص في الشارع. ويسامحوني بقى على الحبة اللي تسجله بالصوت بتاعه، وبعتذر طبعا. المهم زي ما انتم شايفين بقى ابني فعلا نزل جاب لي الحاجه اللي انا كنت محتاجاها. جبت لوبيا، جبت فاصوليا، جبت مكرونات، يعني حاجات كتير كده كنت محتاجاها فعلا ضروريه في البيت. خلاص بقى يعني خلاص عايزه ان انا اقوم بقى اشوف ايه اللي ورايا، واخرج بقى من الروتين اللي هو
اللي كله بقى هبطان وحزن وكسلان. بصوا اللسان عصفور ده كنت ابني كان شافه وجابه على مزاجه، يعني هو كان حروف كده زي ما انتم شايفين فعجبه فجابه فحلو يعني تمام. هجربه واكيد هو نفس يعني اللسان عصفور العادي، يعني كلهم بيبقوا من نفس العجينة تقريبا. وهي على فكرة المكرونات السايبة والفاصوليا واللوبيا والحاجات السايبة دي انا جربتها كذا مرة، مش اول مرة اجيبها على فكرة، وهي بتبقى حلوة جدا. يعني هي بتبقى تقريبا هي نفس الانواع يعني، وكمان هي نفس الاسعار على فكرة يعني. بس انا المرة دي قلت له هات لي كل حاجة سايبة، لان انا لسه زي ما قلت لكم انا مش عارفة انواع المقاطعة في المكرونات وفي الحاجات دي. يعني في حاجات انا عرفتها وفي حاجات بصراحة انا مش عارفاها. ف بحاول كده زي ما انتم شايفين ان انا ارجع تدريجيا كده لحياتي الطبيعيه. طبعا احنا كلنا مش هنقدر نرجع لحياتنا الطبيعيه، احنا عاملين زي اللي دخلنا، عارفين يا جماعه، زي اللي دخلنا نفق كده ومش عارفين نخرج منه. اه والله يعني، بس طبعا ده غلط، ده غلط جدا يعني. دي عن تجربه يعني، بقالي دلوقتي اهو داخله في 25 يوم بالمنظر ده. فده طبعا غلط، لان انتي مش عايشه لوحدك، انتي بتاثري فعلا على اللي حواليكي، بالذات بقى لو انتي الام ونفسيتك كده، فاكتر حد بيتاثر هم ولادك. فده طبعا غلط. فعايزه برضو اقول لكم على فيديوهات شفتها لدكتور عمر عبد الكافي، يعني قمه الراحه النفسيه بجد. وقد ايه هتحسي ان انتي يعني مش بس في جانب سلبي في اللي بيحصل ده، لا كمان في جوانب ايجابيه. يعني ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيشوفنا احنا مسلمين لامره ولا لا. وما يكونش في حد عنده اي اعتراض اللي بيحصل ده، احنا بس لو معترضين احنا تعبانين من الناس اللي احنا بنشوفها بتموت، او احنا بنشوف الناس دي تعبانه. لكن الجانب الايجابي في الموضوع ده ان هم شهداء عند ربنا، غير كده وكده كمان ان هم شهداء. الناس اللي بتتفرج يعني، في ناس كتير ما بتصليش، في ناس بعيده عن ربنا. فطبعا كل الناس دلوقتي بتحاول ان هي تلجأ لربنا، اللي ما بيصليش بيصلي، اللي مش ملتزم مع ربنا بيلتزم مع ربنا. فاكيد طبعا في حاجات ايجابيه لازم ان احنا نفكر فيها ولازم ان احنا نبص لها. فزي ما بقول لكم دكتور عمر عبد الكافي اسمعوه، يعني بجد هتحسوا كده براحه نفسيه وهتحسوا كده بطمأنينة. وكمان الشيخ امير منير برضو اسمعوه، وفيديوهاته بجد ما شاء الله يعني حاجه كده في منتهى الجمال. وطبعا دايما 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 واحنا ساجدين كده لربنا ندعي لأهل فلسطين ان ربنا ينصرهم. انا والله العظيم في كل لحظة يعني بصلي او ما بصليش انا بدعي لهم في كل لحظة. ونفسي يعني ده يعني دلوقتي بقى رقم واحد عندي، حلمي الأساسي إن الضرب يقف. فكلنا كده بإذن الله نتوحد في الدعاء، وبإذن الله نصر ربنا قريب جدا 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 إن شاء الله. طيب أنا عملت إيه؟ زي ما انتم شايفين أنا جبت كل الحاجات اللي ابني كان جايبها لي، والله يعني حتى العلب زي ما انتم شايفين كانت فاضية، ولا يعني ما غسلتهاش ولا حاجة، هي زي ما هي كده. فضيت كل حاجة فيها برضو، ما كانتش يعني، هي كانت نظيفة يعني، مطرحة برضو مكرونات قديمة او يعني كانت نظيفة، ما كانش فيها حاجة محتاجة ان هي تتغسل. فانا بحاول كده زي ما قلت لكم واحدة واحدة كده ان انا ابتدي ارجع تاني لحياتي الطبيعية. فبدأت كده زي ما انتم شايفين، جبت حاجة البيت الاول، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اشوف ايه ورايا في البيت محتاج ان هو يتعمل. يعني انا عندي حاجات كتير عايزة تتعمل. عندي مثلا التلاجة عايزة اغسلها، بقالها فترة طويلة جدا ما اتغسلتش. عندي حاجات كتير كده في البيت، الواحد فعلا ما عندوش همة ولا عنده نشاط ان هو يعمل حاجة. بس بحاول ان انا ارجع بقى تاني لحياتي الطبيعية يعني. واشوف كده ايه الحاجات اللي ورايا، ابتدي كده ان انا انجزها، ان انا اخلصها. اكيد مش هفضل يعني في الحالة دي طول عمري، لان زي ما قلت لكم احنا مش عايشين لوحدنا. ولادنا بيتأثروا، بيتنا بيتأثر، وبنأثر بالسلب على كل اللي حوالينا. بصوا بقى هنا النسكافيه ده كان عندي اصلا قبل المقاطعة وقبل الاحداث، يعني الكاس ده كان مليان. فدول خلاص الكام واحد دول هما اللي باقيين عندي. فخلاص احنا دفعنا فلوسهم يعني، فاكيد مش هرميهم، فانا هستعملهم تمام. وانا عرفت ان في انواع تانية كتير من النسكافيه البلاك، في ابو عوف، وكمان في مصر كافيه، وكمان في يعني في كل حاجة، في نسكافيه بلاك وفي كافي ميكس، غير الماركات اللي هي بتاعت نسلة دي. فان شاء الله هجيب منها ويعني
هتطلع حلوة بإذن الله. يعني أختي جربتهم وفي حاجات قالت لي هي طعمها وحش جدا، بس مش مشكلة حتى لو وحشة برضو هنجيب منها برضو إن شاء الله. بصوا الأصيل دي طبعا مصري 100%، أنا متأكدة جدا لأن هي مش في المقاطعة وغير مهدرجة وحلوة جدا جدا يعني، فاستعملوها. وحلوة ده كمان مش في المقاطعة برضو، وحلو انا استعملته اكتر من مرة. هو حلو ده استعملته، واستعملت الزيت اللي هو اسمه آلية برضو حلو قوي، وهلا بس انا مش عارفة بصراحة يعني. هو حلو ده اللي انا متأكدة ان هو مش في المقاطعة. كمان من المنظفات اللي هو فيبا ده حلو جدا، انا كنت بستعمله بقالي كده شوية يعني. كنت جايبة اخر مرة اللي هو 3 كيلو، فعجبني جدا بصراحة وريحته تحفة. فقلت لسيف هاتلي المرة دي ال4 كيلو. مع حظنا الحلو الحمد لله كان عليه عرض، الازازة دي كانت مجانية معاه، فسيف بصراحة عامل معايا الصح يعني. فحلو قوي، علشان كده المرة دي جبت منه اللي هو ال4 كيلو. زي ما بقولكوا الفيبا كمان مش في المقاطعة، ده مصري اعتقد تقريبا. بريل هو اللي في المقاطعة برضو، هتأكد وهبقى اعرفكم. كمان ما كانش عندي بقى ملح. انا بقول لكم فعلا حرفيا ما كانش عندي اي حاجه في البيت. كان في حاجات من الخزين بتاعت الشهر اللي فات لسه موجوده، زي الرز لسه موجود، وفي صلصات عندي موجوده صلصه. وبالصدفه سبحان الله يعني الحاجات اللي عندي برضو مصريه. فكان في حاجات كده عندي يعني خفيفه يعني، لكن معظم الحاجات الاساسيه ما كانتش موجوده. لسه برضو عايزه اجيب توابل يعني، لسه كده في شويه حاجات تانية كتير ان شاء الله هبقى اجيبها. وبدأت كده ان انا بقى انضف مكان ما بهدلت كده الدنيا في الحتة دي. وعايزه اقول لكم كده في الاخر حبيت ان انا كده اعمل شويه بخور في المكان كده، علشان بحب البخور قوي وبيديني برضو كده طاقه ايجابيه. وهحاول كده بقدر الامكان ان انا ابتدي بقى اتغير يعني، واخرج كده من الحاله اللي انا فيها. وباذن الله باذن الله احاول كده ان انا يعني اصور معاكم. ولان فعلا انا لما بصور وبتكلم كده معاكم بحس كده فعلا براحه نفسيه يعني. فبشوف كده تعليقاتكم الجميله، الواحد برضو كده يعني المود بتاعه كده بيبتدي ان هو يتغير. فان شاء الله كده احاول كده دايما ان انا انزل معاكم فيديوهات. وطبعا ما ننساش ابدا ابدا ان احنا نلتزم الدعاء لاهلنا في فلسطين، وندعي لهم بالصبر وبالثبات وبالنصر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم يا رب نصرا قريبا، وأن يجعلها بردا وسلاما على أهل فلسطين. اللهم أمين يا رب العالمين. وأشوفكم بإذن الله بإذن الله في فيديوهات قريبة جدا، وتكون الأحوال أحسن من الأحوال اللي احنا عايشينها اليومين دول. أشوفكم على خير قريب جدا بإذن الله. مع ألف سلامة.